الجزء الثاني من قصة ستيف وأليكس اللي اتظلموا في حي الشرابية، قصة مش عادية. اسمعوها يا أحلى سميعة. وهم راجعين ضلوا الطريق، ستيف حاول يتصل بحد يساعدهم، بس للأسف الموبايل فصل شحن. فضلوا يمشوا لحد ما لقوا نفسهم في حي الشرابية، حي بعيد تماما عن بيت جدتهم. وهم تايهين في الشوارع دخلوا قهوة يشوفوا حد يساعدهم يرجعوا لحي الأشجار. شافهم المعلم سكيلتون، راجل غامض، وكان قاعد جنب أخوه المعلم إندرمان، وكان عندهم صبي شغال اسمه زومبي. بدل ما يساعدوهم استغلوا ضعفهم وقرروا يجبروهم يشتغلوا عندهم. الخطر بدأ. لايك وشير لو القصة شدتكم، واستنوا الجزء الثالث على قصص حقيقية مش عادية.